طيب هنذهب إلى دمياط. مراسلنا مصطفى سطوحي. عارفين العملية الإرهابية التي استهدفت وحدة بحرية عسكرية في سابقة هي الأولى من نوعها. صدم الجميع واهتز الجميع لأنه الإرهاب نعم اخطبوطي يمتد هنا وهناك، لكن لم نتخيل أبدا أنه يأتينا من البحر وفي عملية من هذا النوع. خلال هذه العملية الإرهابية تم إلقاء القبض على بعض الصيادين المصريين الذين يعودون إلينا بالخير، يذهبون للصيد ويعودون إلينا بالخير، ولا يمكن أبدا أن يكونوا ملجأ للشر، ولا يمكن أبدا أن يتم استخدامهم من قبل الجماعات الإرهابية. ساندناهم وبالفعل تم الإفراج عنهم بعد التأكد من كل الكلام اللي احنا بنقوله. بالعكس هم الذين يحمون الوطن، يجبون المياه الدولية ويجبون البحار ويعودون إلينا، ولا يمكن أبدا أي حد فيهم يمكن أن يفكر في المساس بالأمن القومي. مصطفى سطوحي مراسلنا هناك عشان يلتقي ببعض الصيادين اللي تم الإفراج عنهم وشاهدوا بعض وقائع هذه العملية الإرهابية، إما شاهدوها من بعيد أو بعضهم كان قريبا منها. مصطفى أهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، احييك حيث انا الان متواجد بمحافظه دمياط، تحديدا عزبه البرج الشهيره باسطول الصيد البحريه على مستوى الشرق، اكبر اسطول بحريا على مستوى الشرق الاوسط، حيث الان معي وننفرد وظهور لاول مره لمجموعه من الصيادين الذين تم الافراج عنهم في حادث اللانش البحري الذي تم الهجوم عليه من مجموعه من الارهابيين، لكي نشوف نكون معهم لمطالبهم. وايضا يوجد مجموعه من الصيادين لم يتم الافراج عنهم حتى الان. كان هناك 32 صيادا استاذ وائل، منهم 3 اطفال عمرهم من 13 حتى 14 سنه، وعلى 4 مراكب، منهم مركب قد غرق تماما وواحده تم حرقه، ومركبين اخرين تم انقاذهم وهم على المرسى هنا في عزبه البرج. ايضا استاذ وائل تم الافراج عن 25 صيادا وباقي 7 منهم، ومعي على يساري استاذ وائل مجموعه من الصيادين الذين تم الافراج عنهم. سوف نقوم بعمل لقاء معهم لكي يحكوا لنا معاناتهم في اثناء تم القبض عليهم. تعرف حضرتك؟ ايوه يا باشا، مصطفى موسى صاحب المراكب. احكي لنا ايه اللي حصل معاكم؟ اللي حصل ان احنا رايحين في امانه الله وبنفطر في امانه الله، واجا اللانش اخدنا ما نعرفش خدنا ليه بدون ما نعرف اي شيء كان، لسه لغايه الان ما نعرفش. وسابوا لنا 25، سيبنا 15 ورجع ساب لنا 10، ولسه ال7 لغايه الان ما جوش. دول 32 عيله، 32 عيله. شوف بقى لما تقول لي 32 عيله ضرب في 10 وفي 7 بكام فرد؟ دول كل يوم بهاجموني لغايه الان. انا لا باكل ولا بشرب ولا بنام. واني بشكر الجيش وبشكر الرئيس ومأيدين الرئيس ومأيدين الجيش. فاحنا عايزين بقيه الاوادم عشان انام، عشان انا انام. لسه ما نمتش من يوم الحادثه لغايه الان، وما اعرفش انا تهمه ايه. ليه هم ما تمش الافراج عنهم لغايه دلوقتي؟ انا ما اعرفش حاجه، انا اساسا ما اعرفش لسه لغايه الان انا تهمه ايه. انا عايز اعرف انا تهمه ايه، والناس اللي حاجزينها دي حاجزاها لايه. بس ده كل اللي انا عايزه. وبشكر الجيش وبشكر الرئيس اللي احنا مأيدينه ومنتخبينه، وكلنا بنحب السيسي وبنحب الجيش. ده اللي انا اقوله. وبقى عندك بقيه الطقم. هل حد فيكم شاف الحادثه وانتم جوه الميه؟ ما شاف حد، ما شفناش حاجه. بقول لك ده احنا قاعدين بنفطر في امانه الله، قاعدين بنفطر في امانه الله. نزلونا من بيوتنا، نزلونا من مراكبنا، وحصل اللي حصل. ما اقدرش اقول لك انا اكتر من جوه. عندك بقيه الطقم اهو، بقيه الاوادم اهو، مسالهم واحد واحد. 13 سنه اهو. اسمك ايه يا حبيبي؟ محمد جمال فهمي سلام صلي. انت كنت معاهم في المركب؟ اه. طيب انت تم القبض عليك انت كمان؟ اه. طب احكي لي ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل معايا اخدونا من المراكب. بعدين هم رايحين، بعد كده ما عدناش بقى عارفين نروح فين.
طب تقول ايه اللي كانوا بيقولوا عليكم ان انتوا ارهابيين وكده؟ احنا ما احناش ارهابيين، ده منظر ارهابيين. احنا هو ارهابيين؟ احنا صيادنا كل واحد خارج يجيب 10 جنيه يحطها في جيبه وتعمل في اللي حصل. تعرف عليك؟ كريم محمد العفيفي. كريم انت كنت من ضمن الطقم؟ اه كنت من ضمن الطقم اللي كانوا قبض عليهم وتم الافراج عنهم. حضرتك احنا صيادين ما احناش ارهابيين، وطلعنا عشان كل واحد وراه بيت وعليه لازم نصرف على البيت وكل واحد، وابويا طبعا كبير وبصرف على البيت، وعندي 3 اخوات بنات بالشوارم والحالة على القد. طيب انتوا تم القبض عليكم ازاي؟ وهل انتوا لاحظتوا حاجه من الحادث؟ حضرتك احنا كنا بعيد، ما كناش جنب ما شفناش اي حاجه، واحنا ما احناش ارهابيين. اللي انا عايز اقول بس ان احنا ما احناش ارهابيين، احنا صيادين على باب الله بس. تعرف عليك؟ السيد مصطفى موسى. احكي لي ان اللي حصل معاك. انا كنت على المركب واجا اللانش بتاع القوات البحريه خدنا، وبعد كده ما اعرفش وسابونا وافرجوا عننا، ولسه 7 من رجالتنا وكلهم اخواتنا ما نعرفش عنهم حاجه لغايه دلوقتي. واحنا ما احناش ارهابيين، احنا كلنا صيادين بنطلع عشان نجيب جنيه لاهلنا وناس ياكلوا منه. احنا فينا ناس بقى لهم 9 سنين خاطبين مش عارفين يتجوزوا، وفينا واحد بيصرف على 4 اخواته، وفينا واحد بيصرف على 6 اخواته وابوه وامه. ما احناش ارهابيين، كل واحد طلع مننا عشان يجيب 100 جنيه. دلوقتي احنا الحال ما عدناش عارفين احنا نعمل ايه. مراكبنا ولعت وغرقت وما احناش عارفين السبب ايه وما احناش عارفين ليه، وواقفين كلنا والبلد واقفه كلها ايه من يوم الحادثه ما حصلت، ولا حد عارف يشتغل ولا حد عارف يروح ويجي. والاكتر من كده ان احنا ما احناش عارفين ال7 رجاله بتوعنا فين، لان احنا كلنا اهل وكلنا من مكان واحد. هم كانوا معاكم في نفس المركب؟ كانوا معانا في نفس في ال4 مراكب كانوا معانا، في 2 من المركب ده و2 من المركب ده و3 من المركب ده، وما احناش عارفين لغايه دلوقتي هم فين واهاليهم. يعني في ناس بتموت بسبب الموضوع ده. تعرف عليك؟ حاتم حسن ابو حجازي. احكي لنا ايه اللي حصل معاك. اللي حصل احنا كنا راميين، القوات المسلحه جت علينا اللانش الحربي اخدنا، ما نعرفش احنا بعد كده رحنا فين، وندور على زمايلنا 7 انفار ومش عارف احنا كنا فين، وزي ما هو غلابه وصيادين وعلى الله، اخد بالك. طيب انتوا محدش فيكم خالص لاحظ الحادثه؟ ما شفناش حاجه خالص، ما شفناش حاجه خالص ولا نعرف حاجه. طيب انتوا في ناس بتقول ان انتوا ضد الجيش وقالوا عليكم ان انتوا ارهابيين وكده. احنا مع الجيش وبنحب الجيش، احنا مع الجيش بنحب الجيش ويحيى السيسي ويسلم الايادي وعزبة البرج. يحيى السيسي، يحيى السيسي، تحيا مصر، تحيا مصر، يحيى الجيش، يحيى الجيش، يحيى الجيش، تحيا مصر، تحيا مصر. اسم 10,000 صياد. يحيى السيسي، تحيا مصر. واحنا مطمنين ان القوات البحريه بتاعتنا شايفه شغلها صح وبنعيش في امان. وعمر الجيش ما ظلم حد. ليه يظلمنا؟ الجيش عمر ليه يظلمنا ويطلع علينا ويحرق مراكبنا؟ الجيش ما ظلمش محدش يعني مين اللي حرق مراكبك؟ ما احناش عارفين اللي يجي علينا، ما احناش عارفين، اتفاجئنا بكده بس. طب انتوا طلباتكم ايه؟ طلباتنا حاجتنا ترجع لنا و7 رجاله. ال7 رجاله. ايضا معايا مجموعه من الامهات استاذ وائل للصيادين الذين لم يتم الافراج عنهم حتى الان، سوف نسالهم عن مطالبهم. تعرف عليك حاجه؟ نجفة لطفي شتاء. انت ابنك اتفرج عنه ولا لسه؟ لسه ابني معاهم، ال7 الصيادين ابني معاهم، بنته صغيره دي ذنبها ايه؟ ما بننامش، كل يوم يقولوا جايين، كل يوم يقولوا جايين وما بيجوش. انا بناشد المسؤولين، بناشد الرئيس السيسي، انا كنت مش قادره امشي، بقيت اسند على الحيطه ورحت انتخبته عشان ينصفنا، مش عشان اولادنا ما نستناهم ما يجوش. ذنب الطفله دي ايه؟ ذنبها ايه دي؟ انا كل يوم تقول ابويا فين؟ انت يا امي ابنك لسه افرج عنه ولا لسه؟ لسه عنده هناك عاوزاه عبده مني مع ال7 اللي هم موجودين في هناك. 7 موجودين هناك منهم عبده مني عاوزاه. ابنك لابس عسكري يعني في الصوره دي؟ اهو في الجيش اهو، يحب الجيش، وولاد خشوا الجيش الاثنين وخلصوا الجيش وبقوا كويسين، ولا اصله متاخر ولا اصله راحوا في حته، اخدوا الجيش وبقوا زي الحلو، حلوين زي العسل. تطلب ايه من الرئيس يا ام؟ عاوزين نحبه ونحب الجيش، وولادي كانوا في الجيش وعاوزه عبده ويجي بالسلامه كله من 7 انفار. انا ما بطلبش لحد لوحده ابدا، انا واولادي واللي معاه. إن خادم الجيش وطلع قدوه حسنه، طلع قدوه حسنه من الجيش. يعني نعمل ايه بس واللي نعمل ايه؟ كل يوم ما بننامش، بنستنى بس يجي لنا، كل يوم نستنى يجي لنا، كل يوم يقولوا جايين وما بجوش.
ابنك يا حاجه هيفرج عنه؟ لا ما افرجش عنه. ولسه ابن اختي ولسه 5 تانيين، واحنا بنناشد المسؤولين عايزين نوصل صوتنا للرئيس السيسي، احنا منتخبينه، والجيش والشعب ايد واحده. صيادين غلابه سايبين بيوتهم مديونه، والمراكب اللي راحت دي كلها مديونه. عايزين ال7 يرجعوا، وعايزين المراكب اللي اتحرقت ديت يجي لها تعويض، كلهم مديونين. والصيادين كلهم اللي سايب بيته من غير فلوس. قبلها كانت نوى قاعده 15 يوم ما فيش في البيوت فلوس. الناس دي تصرف منين؟ الناس الغلابه دي تصرف منين؟ طيب مصطفى هنتواصل معاك تاني عشان الاصوات. طبعا هنا البعض بيتكلم على انه المراكب اللي تم انت خلال مواجهه مسلحه بين ارهابيين وبين الجيش المصري، وبالتالي هنا عليك ان تتوقع انه خلال هذه المواجهه هيحصل ايه في المراكب. يعني لابد انه تحدث هذه الخسائر، لكن انا اثق بانه الجيش المصري ان شاء الله سيعوضهم عنه. نعود لمصطفى سطوحي من جديد. انا عايزه يفرج على زوجي محمد سيد معروف، لان احنا كل يوم قاعدين نستنى هيجوا من لغايه ما خلاص ما عدناش قادرين خلاص. تعرف عليك علي الشامي من دمياط. انا بشكرك يا مصطفى وبشكر الاستاذ وائل اللي هو طبعا ما خرجش ميثاق الشرف الاعلامي وبحث عن الحقيقه، لان للاسف الشديد في بعض الاعلاميين اتهموا الناس اللي واقفين دول اللي هم ارهابيين. الناس ده اكترهم ناس خدمت في الجيش وناس محترمين جدا وناس واقفين مع البلد، حتى بالرغم ان الجاز غلا ما حدش اعترض فيهم وما حدش اتكلم فيهم نهائيا. الناس دي ناس محترمه جدا. للاسف المفروض الناس اللي طلعت هاجمت الناس دي المفروض يبحثوا عن الحقيقه والمفروض يجيبوهم، لان طبعا هم خايفين يتكلموا. هم صدقوا اللي تلاقوا اي حدث وقال لك الناس دي ارهابيين. ناس محترمه جدا زي ما انت شايف يا مصطفى، وبشكرك وبشكر الاستاذ وائل اللي ما تاخرش ابدا عن اهالي عزبه البرج. مصطفى عايزين نشوف حد، هل كان في حد سمع اصوات اطلاق نار؟ هل كان في حد كان قريبا من العمليه الارهابيه التي استهدفت قواتنا البحريه؟ طيب هنتواصل مع مصطفى سطوحي تاني. تعداد الضحايا تزيد عشان تخلق حاله تذمر وما عندهمش اي اهتمام بحياه البشر. تعالوا نرجع تاني لمراسلنا مصطفى سطوحي من دمياط مع الصيادين الذين أفرج عنهم بعد أن تم القبض عليهم خلال العملية الإرهابية التي استهدفت قواتنا البحرية في سابقة هي الأولى من نوعها. مصطفى، هل في حد كان قريب من العملية الإرهابية سمع صوتا، سمع صوت إطلاق رصاص؟ استاذ وائل، بالفعل سالناهم عن هل احد منكم كان قريبا من الحادث، سمعتم اطلاق رصاص، تفجيرات، اي شيء من الهجوم على اللانش البحري؟ قالوا لنا لا كنا بعيدين تماما، وهم جنبي الان ايضا استاذ وائل، وقالوا بجميعهم جميع الصيادين قالوا انهم لم يشاهدوا اي شيء من الحادث. هم فوجئوا باللانشات القوات البحريه تحاصرهم وتم القبض عليهم من خلالها، ونقلوا بعد ذلك الى مكان الذي تم التحقيق معهم فيه. ايضا استاذ وائل، من المفاجآت ان هذه المراكب كان وزارة البحث العلمي كانت تقوم ببعض الابحاث، لان هذه المراكب هي الوحيدة التي تقوم بصيد نوعا من الاسماك النادرة. احد اصحاب المراكب سوف يقول لنا عن هذه المفارقة. تعرف عليك؟ حسن مسعود، صاحب احد المراكب التي احترقت. احنا استاذ وائل بنتوجه بالشكر للاستاذ وائل، وبنتوجه بالشكر للقوات المسلحة والقوات حرس الحدود اللي هم اسرعوا بالافراج عن اخواننا الصيادين المساكين اللي قالوا عليهم ان هم ارهابيين، واحنا مش ارهابيين يا استاذ وائل. احنا كنا في الهيئه الثروه السمكيه من حوالي 2.5 شهر، ومعانا تسريح نشتغل في المياه الاقتصاديه دي على الجمبري الاحمر اللي هم يقولوا عليه الفراوله ده، واحنا ال4 مراكب دول بنشتغل على الصنف ده لوحده. وفوجئنا باللانش البحري زي ما حضرتك رويت القصه، واحنا دلوقتي ال 25 الصياد المساكين اللي افرج عنهم وناقص منهم ال7. فاحنا سبحان الله عايزين نعرف السبب ايه، سبب تاخيرهم، وكانوا قالوا ان هم يسيبوهم بعد يوم او 2 أو 3، فمش عارفين سبب التاخير ايه. يعني فعلا وزارة البحث العلمي كانت بتقوم بابحاث على المراكب دي، وطلعت معانا على المراكب واجت معانا على المراكب
وجت معانا على المراكب وقالت احنا طالما عندنا المراكب دي مجهزه للشغل ده والصنف النوع السمك ده، احنا حق بدل ما تيجي مراكب اللي كانت المراكب الايطاليه اجت هنا علشان تشتغل على النوع ده. فرئيس الهيئه قال ان احنا احق ان الرزق ده يبقى لبلدنا، واحنا دلوقتي بنهم بالساده المسؤولين والمعنيين يفرجوا لنا عن السبعه المتاخرين دول. سبحان ربنا. ذهابا وجيئه. انتوا بيتم تفتيشكم ازاي؟ بيتم تفتيشكم ازاي؟ والاخوه الاعلاميين اللي ساقوا الينا وقالوا عننا ان احنا ارهابيين، احنا واقفين اهو يردوا علينا ويشوفوا احنا الارهابيين فين، يردوا علينا ويعرفونا. انتوا بيتم تفتيشكم فعلا قبل ما تطلعوا؟ احنا بيتم تفتيشنا، المركب بيتفتش من ما فيش شبر الا ما بيتفتش، والبحريه من الالف بيتم تفتيشكم ازاي؟ بيتم تفتيشكم ازاي؟ هنا على السواحل واحنا سارحين بنتفتش على الحدود، واحنا جايين كذلك بنتفتش على الحدود. ما لو احنا عندنا شيء مخالف ما يمنعونا من السروح، واحنا خارجين للسروح واحنا جايين من السروح. طيب هل التفتيش ده من القوات المسلحه والشرطه معا ام من جهه واحده؟ من قوات الحدود، من قوات حرس الحدود والمخابرات. بيتم تفتيش المركب كامله؟ كامل يا استاذ مصطفى، كامل وتتميم على الافراد. كم فرد؟ الاعلان بتاع مصطفى بكري اللي هو في الذهاب والحضور، الذهاب والدخول انتوا بتفتشوا؟ موجود في الدفاتر الحفظ موجوده هنا على السواحل، هنا في المخابرات الدفاتر موجوده هنا. فاحنا الدفاتر موجوده هنا في حرس الحدود. فاحنا دلوقتي عايزين بس اخواتنا السبعه المتاخرين دول نعرف سبب التاخير ايه، يقولن لاهليهم وحضرتك بص هنا انظر للنساء وانظر للاخوات دول المتاخرين، عشان السبب ايه؟ حضرتك عاوز تقول ايه؟ ومصطفى بكري بيقول عن الناس دي ارهابيين، يقول عن الناس دي ارهابيين ليه؟ انا عاوز يجي تحريات على الناس دي في بيوتها، يشوف عنده كل واحد اكل يوم، ما عندوش اكل يوم ولا له ملك ولا حاجه. الراجل ده هو واخوه ونسيبه 27 سنه لما عمل المركب اللي اتحرق ده، ما عادش حيلته في الدنيا حاجه ولا بنام، بيقول لك انا عاوز الاوانم وخلاص ويعوض عليها ربنا. ايه ما فيش حد منهم له رزق غير ده. خلاص وقفوا الناس دي كده زي ما انت شايف كده، وبتوع الاعلانات يقولوا ده ارهابيين، دول ارهابيين دول. ما فيش حد عندنا ارهابي في حزبة البرج خالص. فتش على الثلاث. انت اخوك لسه مقبوض عليه؟ اخويا لسه مقبوض عليه ووالدته في حاله ما يعلم بها غير ربنا. هي عايزه بس لو هي لسه مش هيجي تليفون صغير، هو اللي قايم بها وقايم بالبيت كله، ما لهاش غيره. بيدفع لها ايجار وقايم بالبيت واللي فيه. والده متوفي. اهو ده ارهابي عشان يطلع الاعلام يقول علينا ارهابيين. ده منظر ارهابي. ولا اللي خدم جيشه ده منها يقوم بها. هو فين عايزين نعرف هو فين بس، ولو حتى اللي موجود منها يعمل لها منها تليفون يطمنها تقوم اللمه اللي هي نايماه. بتموت مني كل يوم 20 يوم النهارده مانيش عارفه ده بق ميه. اعمل لها ايه؟ كما سمعت يا استاذ وائل، لاول مره الصيادين يظهرون بعد الافراج عنهم معنا، وهم واهالي الصيادين المقبوض عليهم، هذه هي طلباتهم من رئيس الجمهوريه ان يتم الافراج عن السبعه الذين لم يتم الافراج عنهم حتى الان. مصطفى، اهم ملمح اللي انا شايفه هو تأييدهم للجيش وحبهم الشديد للرئيس السيسي، وده يعني هذا المعنى نتمنى تأكيده واحنا بنقفل معاهم. وأثق بأنه الرئيس السيسي وأيضا المسؤولين في القوات البحرية وفي الأجهزة السيادية سيقومون بالإفراج عن الصيادين السبعة بعد أن يتم الانتهاء من التحقيق، لأنه ربما الصيادين السبعة هم اللي عندهم معلومات تتعلق بالمنطقة المحيطة، يعني شاهدوا شيئا ما من هذا القبيل يعني. مصطفى، طيب بتوجه لك. طب نعود لمصطفى تاني. شواء الرئيس السيسي، وهم ايضا سوف يقولون هذا بانفسهم جميعا في صوت واحد انهم مؤيدين للجيش ولا الرئيس السيسي. يا السيسي
احنا عايزين حقنا. تحيا الجيش. تحيا الجيش. تحيا الجيش. مصطفى بكري بيسلمنا. تحيا مصر. 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 زي ما انتم شايفين لا يمكن ابدا، يعني من المهم توصيل هذه الرسالة. لا يمكن للصيادين المصريين ابدا ان يتم التهامهم، ولذلك تم اخلاء سبيل والافراج عن 25 صيادا، يتبقى 7 بعد ان ناقشنا قضيتهم. واثق انه ان شاء الله بعد استكمال، يعني فيما يتعلق بالامن القومي لا نقاش، يعني لو الابقاء على البعض من اجل الامن القومي ومن اجل انه بعضهم ربما شاهد شيئا ما، ربما سمع شيئا ما، لكن الامن القومي لا نقاش فيه. لكن كمان علينا ان نطمئن كل العائلات ولا نتهم الصيادين بانهم ارهابيون، لانه ده الحقيقه يؤلمهم ويؤذيهم، بالاضافه انهم يوصم طبقه مهمه جدا واصحاب مهنه، زي ما قلت لكم اكبر اسطول صيد في الشرق الاوسط. لا يمكن ابدا ان نتهمهم بانهم عملاء وخونه وارهابيين، لا يمكن ابدا ان نتهمهم بهذا الاتهام. تعالوا نشوف بقى، نطلع